وإذا هذا ما عدنا خلفا، كثير من الناس تعودت على اللحم، إذا ما أكلت لحم تقول لك ما أقدر أنا أحس حالي أكلت أو أعيش. بس أنت بتدمر الكلى، أنت بتخرب الكلى. وما قلنا لا تأكل لحم، اجعله قليل في طعامك مرة داخل الأسبوع. اكثر، ادخلوا السلطات، جيبوا القرع. هذا القرع اللي بيبني حجيرات الدماغ، هذا القرع اللي بيصنع العباقرة، هذا القرع اللي بيرفع المناعة، هذا القرع اللي بينظف الكلى. جيبوا بصل، حطوا في الشوربة بصل، اللي ممكن ياكل بصل ميتوا الرائحة بالبصل. جيبوا فاصوليا خضراء، فاصوليا الخضراء هذه صديقة الكلى، صديقة الكلى. ابعدوا عن الفول والحمص. الأجبان، الأساس الأجبان حليب متجبن بفعل مادة كيميائية. لما نحط المادة الكيميائية الجبن إيش بيعمل كده جنب بعض. كما تفعل المادة الكيميائية في تجبن الحليب، نفس المادة الكيميائية الموجودة في الجبن لما ناكلها تعمل في دمك إذا أنت أكثرت منها. يعني بصير دمك لزوجة ومهيأ للجلطة، لأنه الجلطة هي إيش؟ هي تماسك كريات الدم الحمراء مع بلازما الدم تفصل وتتكاثر نتيجة وجود اللاكتاك اللي هي من وجود نواتج الكوليسترول. يعني عبارة عن بيلوروبين الكبد ما قدر يحطمه، منتشر بالدم بكثافة. هذا البيلوروبين اللي هو كريات الدم الحمراء الميتة أو الهرمة أو اللي فيها لزوجة من الكوليسترول، دبقات لاكتات تتجمع على بعض البعض كما الجبنة. كيف الجبنة بتمسك كده، نفس الدم بيمسك وبصير عندك جلطات، والدوالي نفس القصة بتصيبها كده من كثر أكل الجبن. مش الجبن ممنوع، لا، لكن كله قليل، كله مرة مرتين في الأسبوع وكمية قليلة، أما مش كل يوم جبنة، مش كل يوم جبنة. والجبنة يحاولوا تصنعوها في البيت بدون المادة الكيميائية اللي اسمها منفحة. اعملوها في البيت، اصنعوها بدون المادة، بالليمون، بالخل، بمصل الخل، بماء الحمص المنقوع به. في أشياء كثيرة تقدروا تصنعوا منها الجبنة بدون المواد الكيميائية. أنه المادة الكيميائية اللي تسمى المنفحة كما تفعل في التصاق حبيبات الحليب وتخثرها، نفس المادة الموجودة هذه، لأنها هي داخل الجبنة موجودة، رح تظل في الجبنة. نفس المادة تعمل في دمك عبر فترة زمنية طويلة، تخثر في دمك كما خثر الجبنة. ويا ريت هذا الجزء من الحلقة تقصوه مشان يكون قصير، ويا ريت تبعتوه، يا ريت القناة، لأنه القناة وعدت إنها تقص، وفي ناس أصدقائي وعدوا يقصوا جزء مشان الناس تقدر تشوف 15 دقائق، ما تقدر تشوف ساعة كاملة بالحلقة، لأنه هذا جزء هام جدا. والله تكسبوا أجر أمام الله.